السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد كما عودناكم. فيديو رائع. النظام العسكري الجزائري راه مخربق مع المشاركه اللي دار المغرب بين المغرب واسرائيل مؤخرا. المهم الاعلام ديالو مال الخوت راه ما نعاودش لكم علاش المغرب مال المغرب زرب مال كذا علاش كاين. المهم الخوت راه ما نعاودش لكم، راكم عارفين. نشوفوا الفيديو الخوت ونتلاقاو من بعد. اتفاقيات جديدة في الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية. هذه الاتفاقيات تم الإعلان عنها خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الرباط. القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية الجيش المغربي هو الذي أعلن عن هذه الاتفاقيات، والبعض يطرح تساؤلات كبيرة: لماذا المغرب ماض في مثل هذه الاتفاقيات بشكل سريع وجنوني؟ يعني حتى البلدان التي طبعت مع الكيان الصهيوني لعقود طويلة ولسنوات طويلة لم تفعل مثل ما فعله المغرب في ظرف قصير جدا. وهذه الاتفاقيات العسكرية مثيرة للريبة والشك. حتى عندنا المغرب يتفق مع الاحتلال الإسرائيلي على توسيع التعاون العسكري. كاين حتى صور، ماذا بيا الزملاء يبدلون الصورة باش نشوفوا صورة بعض الصور وبعض التعليقات من المواقع المغربية. هذا الموقع الكوميدي المغربي هيسبريس، هذا موقع كوميدي. اللي باغي يخرج شوية ويضحك شوية يدخل هيسبريس المغربي يضحك. كاين بزاف معلومات تاع المغرب تضحك. التعاون العسكري مع المغرب يقرب الجيش الإسرائيلي. عود رد يا أستاذ، رد يا زميلي المخرج. التعاون العسكري مع المغرب يقرب الجيش الإسرائيلي من مناورات الأسد الإفريقي. قلت لكم كوميدي، نكتة، هذه نكتة. يعني وكأن المغرب يملك أصلا أن يحدد من يشارك ومن لا يشارك في مناورات الأسد الإفريقي، حتى هو الذي يتدخل لصالح الكيان الصهيوني. وعلى ذكر المطبعين، أيها المطبعون الجدد، شوفوا واش صرا للمطبعين القدامى. الزملاء اعطونا صورة تاع وزير أو سفير أردني اليوم تم طرده في باحات الأقصى. هذه هي الصورة، باحات الأقصى. ماذا بيا نكبروا الصورة مع الزملاء. وين هذا جندي تاع الاحتلال الصهيوني. هذا السفير اللي هو يهضر هو سفير الأردن لدى الاحتلال. وعلى بالكم باللي الأردن هي المسؤولة عن المحرمات الإسلامية، يعني المسؤول عن الأقصى، ما المفروض يدخل بلا ما يهدر ولا بلا ما يدي فيزا ولا بلا ما يدي، وهو أصلا سفير، يعني دولة معترف به. فتم طرده، طرد السفير الأردني وتم منعه. هذه هي دولة الاحتلال أو الكيان المحتل كيفاش يتعامل مع المطبعين القدامى، فما بالك بالجدد. معي الإعلامي سيف الدين قداش، الصحفي المختص في الشأن الدولي. سيف الدين، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير أستاذ غادة. أهلا بك. طيب سيف الدين، لو بدأنا بالاتفاقيات العسكرية، ما الذي تعنيه هذه الاتفاقيات الجديدة تحديدا في مجالات كالاستعلام، الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في هذا التوقيت بالذات؟ وأستاذ قادة، ليس غريبا عن المغرب أو المخزن والكيان الصهيوني إقامة علاقات منذ عقود. على كل حال هذا ليس جديد، وخاصة في المجال العسكري وفي الاستخبارات بالضبط لتبادل المعلومات. ويعرف الجميع ويعرف العرب جميعا أن الملك السابق الحسن الثاني قد باع العرب في القمة العربية في سنة 1965 من خلال إعطاء التسجيلات للقمة العربية التي تكلم عليها صحفي إسرائيلي استقصائي لجريدة سيدي عت حرنوت بأنها كانت سبب نصر الكيان الصهيوني على العرب أو على مصر في عام 1967. وعليه فإن هذه الخطوة الجديدة تكرس رؤية المخزن أو تكرس الانبطاح المخزني للكيان الصهيوني واستخدامه كدولة وظيفية لتوظيفه لضرب الشرفاء وأصحاب المبادئ والدول الواقفة والصامدة بإزاء الممارسات العبثية للمخزن، بإزاء الصحراء الغربية وبإزاء القضايا العربية والاحتلال الذي يمارس عمليات الاغتيال والاستيطان والدمار الشامل داخل فلسطين المحتلة. طيب هذا التحرك العسكري مع العدو التقليدي، العدو رقم واحد، وقد يكون العدو الوحيد لهذه الأمة،
وأن يعني الجزائر كانت قد اعترضت أصلا على المجيء به إلى حدودها، والآن يتم التعاون معه عسكريا بشكل مفرط. يعني هنالك إسراف في هذه الاتفاقيات. هذا يمثل تحديا أيضا أستاذ قداش بالنسبة للجانب الجزائري، أليس كذلك؟ واعتقد بان الجزائر تتجهز بشكل تدريجي للمخاطر الخارجيه ككل، من ناحيه السيبرانيه ومن ناحيه العسكريه. المخابرات الجزائريه من خلال المعلومه الاستراتيجيه تعمل دوريا لتحديث ومتابعه الاوضاع. قائد الاركان سابقا أو وزاره الدفاع الوطني سابقا اقامت شهري فبراير وماي الماضي، عفوا عام 2021، ندوتين حول حروب الجيل الجديد والامن السيبراني، والتي حذرت من خلال على المخاطر الخارجيه، خاصه مع تنامي برنامج او استعمال برنامج بيجاسوس الذي توضحت فضائحه للراي العام الدولي انذاك. وبالتالي الجزائر الان تتجهز للمخاطر الخارجيه، ولا يمكن للكيان الصهيوني الذي يعجز تماما على مجابهه المقاومه الفلسطينيه في غزه، ولولا بعض العملاء في مناخ جيوب المقاومه في الضفه الغربيه، يعجز عن مجابهه هؤلاء البواسل بإزاء الكيان الصهيوني. لا يمكن ان يمتلك القدره او الجرأه على مجابهه الجزائر بالمستوى الاستراتيجي الذي تعمل عليه. ولكن هناك تحرشات وهناك محاولات للتأثير على الإدراك الجماعي بالنسبة للرأي العام في الجزائر، وتكلمت عليه وسائل الإعلام الوطنية ومصالح الأمن في عديد الأزمات التي مرت بها البلاد بعد الحراك. وبالتالي هناك مناورات خبيثة وهناك ألاعيب يحاول تسويقها الكيان الصهيوني من خلال المغرب كدولة وظيفية تستعمل لتوحيد العداوة ضد الجزائر، عداوة الكيان الصهيوني الذي يجد في موقف الجزائر بإزاء القضية الفلسطينية المشرف والكبير، يجد فيه خطرا وجوديا على وجوده. طيب، هنالك أيضا من يقرأ بعض مواقف المسؤولين في الاحتلال سواء العسكريين أو السياسيين، يقرأ هنالك ترحيب واحتفاء بهذه الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، حالة نشوة كبيرة لدى هؤلاء، في الوقت الذي يتساءل فيه البعض بالنسبة للمغرب ألا ينظر ماذا يحدث مع المطبعين القدامى. اليوم مثلا سيف الدين شفنا سفير الأردن، والأردن هي مكلفة أيضا بحماية المقدسات الإسلامية في القدس والأقصى، رغم ذلك تم طرده شرط طردة وتم التعامل معه أمنيا بشكل كبير وخطير. ف يعني هذه دولة مطبعة منذ فترة تقريبا يعني سنوات طويلة، عقود. فهل ألا ينظر المغرب إلى هذه الصور؟ يا استاذ قادة، انت تكلمت عليها، تكلمت على الموقع المضحك يا سبريس. هي نشوة كوميدية، هي نشوة للترويج الذاتي، لتخدير الشعب المغربي، لتسويق الوهم للشعب المغربي الذي يعتقد بأنه سيستقوي بالسلاح الصهيوني بإزاء القضايا المغربية المخزنية، عفوا، وليست حتى تخص الشعب المغربي بشكل مباشر، وهي النظام المخزني. وبالتالي محاولة الترويج بأنه هذا التحالف البائس الذي تنعدم فيه مواصفات الشرف، محاولة تسويقه بشكل إيجابي، هذا شيء عادي جدا لهذه الأنظمة التي لا تمتلك الشرف. والكيان الصهيوني هو كيان محتل، كيان غاشم، كيان مجرم. وبالتالي هو يحتفي أن يقبل هؤلاء بهذا البغاء السياسي وهذا الخضوع وهذا الانبطاح. وبالتالي وليس مستغرب، يعني ليس مستغرب اصلا على المغرب. تاريخيا معروف انه المخزن منذ اعتلاء الحسن الثاني للسلطه وهو يساير الكيان الصهيوني من خلال تهجير اكثر من 100,000 يهودي في عمليه ياخين سنه 1900 بين 61 الى عام 1064 مقابل نصف مليون دولار، بيع الشرف ودعم الكيان الصهيوني لتوفير الجنود والقوات والبشر لاحتلالهم للأرض الفلسطينية المباركة. وبالتالي ليس بالمستغرب عن هؤلاء القوم أن يطبلوا وأن يروجوا بأن هناك نجاح عسكري للمغرب الذي يعيش ديون ضخمة سوف تخنقه مستقبلا، الذي يخصص ميزانية طائلة للجيش المغربي ويشتري بها أسلحة من طرف هذا الكيان وغيره
لمحاولة تهديد الجزائر، والجزائر التي لم تعرف تاريخيا بتهديد المغرب ولم تقم بأي عداء عملياتي بإزاء المغرب سواء عسكريا أو سواء بشكل مباشر بشكل غير مباشر. وبالتالي هؤلاء القوم يروجون للوهم، يوهمون الشعب المغربي كما نتابع في المغرب. صحيح. طيب الآن أنت أشرت نوعا ما إلى بعض مظاهر أو مشاهد الوضع الداخلي في المغرب، وللأمانة هنالك أصوات كثيرة ارتفعت وما تزال حتى الآن تصدح ضد التطبيع كنقطة أساسية بعيدا عن الأوضاع الاجتماعية. فهذه الخطوة وهذا التعاون العسكري المفرط، هذه الاتفاقيات المبالغ فيها والمحتفى فيها من طرف العدو، هل يمكن أن تحرك شيئا، أن توسع من رقعة المحتجين والرافضين للتطبيع في الداخل المغربي من وجهة نظرك طبعا؟ هو للأمانة وللتاريخ هناك جزء من الشعب المغربي شريف وشعب مسلم، والشعب يتعلق بالقضية الفلسطينية بحكم إسلامه وبحكم إدراكه للحقائق التاريخية. وهناك جزء من العياشة أو الذين يناصبون أو يوالون النظام المغربي والذين يروجون لأوهامه وأجنداته ويسبون الجزائر ويسبون الجزائريين ويروجون للعداوة وللفتن من خلال وسائل الإعلام. هؤلاء يحاولون تنويم ألو معك سيف الدين واصل. يحاولون تنويم الشعب المغربي البسيط الذي المغلوب على أمره. وهناك أصوات سمعناها تناهض ولديهم تنظيمات تناهض التطبيع وقامت باحتجاجات في ديسمبر 2020 عندما بدأت بوادر التطبيع تظهر للعيان. وبالتالي يجب اليوم نحن كجزائريين أولا يجب أن نلعب دورا استراتيجيا بإزاء الشعب المغربي لتوعيته لنقل له الصورة بالنسبة للقضية الفلسطينية. يجب أن لا نبادر كشعب أو كمواطنين لترويج الفتنة أو الإساءة، وإنما نحاول توضيح الأمور، كسب الشعب المغربي لصف القضية الفلسطينية بالأساس وجذبه عن التوجه المخزني البائع القضايا العربية والإسلامية بشكل استراتيجي وواقعي ومتدرج، لأن الشعوب تحكمها العواطف، تحكمها المبادئ، تحكمها القناعات، والمخزن يقوم بكم هائل من الترويج والتنويم بإزاء توجهاته وتمجيدها كأنها نصر استراتيجي وكأنها نجاحات عظمى وكأنها فتوحات كبرى بإزاء قضاء مقايضة استعمار فلسطين المباركة، بإزاء الصحراء الغربية المحتلة والتي وقفت معها الجزائر منذ 1972 وقبل ذلك. وقدم الرئيس الراحل هواري بودين عرضا للملك المغربي والدول المغاربية لدعم وتحرير الصحراء الغربية من خلال دعم جبهة البوليزاريو، ورفض الملك المغربي وأقامت البوليزاريو في الجزائر مؤتمرها وكانت الجزائر داعمة لها. شكرا لك، يعطيك الصحة سيف الدين قداش الزميل شكرا جزيلا أستاذ قادر، مختص الشأن الدولي على هذه المداخلة. شكرا سيف الدين. الخوت كان هذا هو الفيديو، ما تنساوش دعموا القناة هذا فضلا وليس امرا، واللي ما مشتركش معنا يدير يشعل يشغل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.